السلام عليكم حبيبات هجورة، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب. كل وحدة قايمة عائلتها في هذا رمضان نقولها حبيبتي ربي يقدرك. اليوم غالياتي عندنا وصفة قد ما نقول فيها بنينة قليل، طلبتها مني الاخت ام عبد المجيب وما عليا غير نلبي لها طلبها. كنافة لسهراتكم الرمضانية، ذوقها إدمان روعة، صدقوني وصفة جد راقية، جربيها حبيبتي ما تندميش عليها. ما تنساوش جيم وبارطاج للفيديو، تعليق جميل كيما نتوما، وتابعوا الفيديو للأخير، مشاهدة ممتعة. نقولوا بسم الله حبوباتي، نروحوا المقادير وطريقة التحضير. هنا بالنسبة لمقادير الكنافة عندي حوالي 400 غرام كنافة، كاس سمن دايب وبارد ولا زبدة، عندي نص كاس سكر ناعم، وبالنسبة للشربات عندي 2 كؤوس سكر عادي مع 2 كؤوس ماء مع طرونش قارص. من بعد راح نزيدو نخدمو لا كريم اللي راح نحشيو بها هذه الكنافة. هنا اول حاجة نخدمو هذيك الشربات ولا القطر، نحطو 2 كؤوس نتاع سكر عادي مع 2 كؤوس ماء مع هذيك طرونش تاع القارص، نحطوهم يغليو مع بعضهم مده 10 دقائق حتى تشوفوا القطر نتاعكم ثقال وتغير اللون تاعو. هنا بالنسبه للكنافه حبوباتي، هنا عندي كنافه 400 غرام. هنا مانيش راح نستعمل هذه الكميه كامل لانه الصينيات راح نستعملهم صغار. هنا حبوباتي نحيت حوالي 100 غرام تاع كنافه وباقي الكميه استعملتها. انا هنا راح نفتحها كامل من بعضها كما تشوفوا، راح تجي حاكمه في بعضها. نحاولوا نحلوها، كاين اللي يرحيوها في الاشوار، كاين اللي يقطعوها بالسكين، وكاين اللي يديروها كما راهي يحلوها من بعضها برك ويشكلوها. لكن من الاحسن باش تحصلي على نتيجه رائعه والكنافه تاعك ما تجيش تعب في الفم وتتقص معك بكل سهوله. انا رحيتها في الاشوار. هنا استعملي حبوبتي بالكميه القليله ورحي حتى تكملي كامل هذيك الكميه. انا قلت لكم استعملت حوالي 350 غرام من تاع كنافه، نرحيها في الاشوار. من بعد حبوباتي راح نجي نضيف لها هذاك السمن والسكر. هنا غالياتي نستعملوا بالكميه القليله باش ما يسخنش معكم الروبو، لكن تقدروا اللي ما عندهاش الاشوار تقدر تقطعها بالسكين، تقطعها رقيق رقيق راح تعطيها نفس النتيجه، ما تعبش كامل في القصان نتاعها. هنا بعد ما رحيت كامل هذيك الكميه تاع الكنافه نحطها في قصعه ولا حاجه واسعه، نحط عليها ملعقتين كبار تاع سكر ناعم. هذا السكر راح يمد احمرار وقرمشه للكنافه تاعنا، ماهوش راح يحليها لان راح نسقيوها بهذاك القطر اللي بطبيعته هو حلو. هنا ندخل كامل هذاك السكر في الشعيرات نتاعي تاع الكنافه. من بعد راح نجيب الكاس نتاع السمن. انا هنا خلطت حبوباتي بين سمن وزبده، الزبده راح تمد البنه، وهذاك السمن راح يخلي الكنافه تاعنا تحمر في الفرن وتجي تقرمش. ندخل كامل هذيك الكميه نتاع السمن والزبده في الكنافه، لازم توصلي كامل هذوك الشعيرات تاع الكنافه تاعك. حطي السمن تاعك على مرحلتين، في المرحله الاولى ودخلي هذاك السمن مليح بيدك، ومن بعد زيدي كملي الكاس اللي بقالك، نص كاس نتاع السمن اللي بقالك حطيه في الكنافه ودخليها مليح. هنا حبوباتي ندخل كامل هذاك السمن في الكنافه تاعي. من بعد راح نجيب الصينيات نتاعي ونحط فيه الكميه نتاع الكنافه اللي حبيتها. هنا الكنافه حبوباتي ما تجيش خشينه بزاف وما تجيش رقيقه، يجي الحجم تاعها متوسط. هنا حاولوا تقلبوها كي تعودوا تدخلوا فيه هذاك السمن باش يتوزع السكر ويتوزع السمن على كامل الكنافه تاعك. راح نخدم حبوباتي الكنافه تاعي، من بعد راح نرجع معكم نشوفوا طريقه التشكيل نتاعها. بالنسبة للصينيات اللي استعملتهم في هذا الوصفة تلقاوهم عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، صينيات نتاع الكنافة اللي يعطوكم نتيجة رائعة. هنا حبوباتي انا شريتهم 53 ألف. انتم حبوباتي استعملوا واش عندكم، ما تتقيدوش بواش حطيت انا في الفيديو. تقدروا تستعملوا اي مول عندكم، لكن من الاحسن تستعملوا صينيه تاع الالومنيوم اللي تتوزع فيها الحراره. هنا دهنتهم بشويه سمن، لازم تحطوا كميه مليحه تاع سمن في الجوانب وفي القاعده هكا باش تجيكم الكنافه تاعكم حمراء وما تلصقش معاكم وتجي هايله. وزعت كامل هذاك السمن
في الجوانب. من بعد نجيبوا الكميه تاعنا تاع الكنافه اللي دخلنا فيها السمن والسكر، نوزعوها بهذه الطريقه. نحاولوا نوزعوها غير بشويه بالتساوي باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. نبقى نوزع في هذيك الكنافه، راح نوزعها على كامل هذوك لي بلا. من بعد حبوباتي راح نجيو نحضروا لا كريم اللي راح نحشيو بها هذه الكنافه اللي تجي بزاف بنينه. هنا حاولوا تحطوا كميه مليحه نتاع كنافه في الجوانب، خليو في الوسط تجويف هكا باش تقدروا تحطوا فيه من بعد لا كريم وماش راح تخرج معاكم في الحواف وتتحرق في الفرن. هنا راح نشكل الكنافه تاعي. من بعد راح نجيب كاس ولا اي حاجه تكون بلا، نضغط بها على هذيك الكنافه باش تدي لا فورم نتاع لي بلا وتحكم في بعضها. من بعد كي طيب ما تجيناش مزربعه كل حاجه كعبه وحدها، تجي حاكمه في بعضها. هنا كما تشوفوا حبوباتي جبت هذا الكاس وراح نضغط على هذيك الكنافه مليح باش تدي هذيك لا فورم. اذا شفت بلاصه طالعه ولا هابطه نسويها ولا نزيد لها كميه نتاع الكنافه. هنا غالياتي راح نحط كامل هذوك الصينيات فوق بعضهم وراح نحط عليهم حاجه ثقيله ونخليهم حتى نحضروا لا كريم. هنا بالنسبه لا كريم مقادير تاعها سهله جدا، متواجده في كل مطبخ، راح تحضريها بكل سهوله. نخليو هذوك لي بلا اكوتي ونروحوا نحضروا مع بعض لا كريم. نحتاجو كاس وربع تاع حليب يكون بارد مع ملعقتين كبار نشا، ملعقتين كبار سكر عادي. نخلط كل شيء بارد في بارد، نحطهم فوق نار متوسطه بلا ما نهز يدي، نبقى نحرك حتى تعقد معايا هذيك لا كريم ونتحصلوا على كريمه تكون خفيفه وتكون ليس. هنا راح نحطوا لها ملعقتين كبار تاع ما زهر اللي راح يمد ريحه وبنه هايله لهاد لا كريم. نحركها مليح، ندخل فيها هذاك الماء زهر. من بعد راح نجي نوزعها على لي بلا تاعي. هنا حبوباتي اللي دارت صينيه كبيره تضاعف المقادير باش تتحصل على كميه مليحه تاع لا كريم. هنا نوزعوها بالملعقه. هنا حبوباتي نحطو في الوسط بلا ما نروحوا للجوانب باش ما تخرجش معايا. من بعد راح يفسد الشكل تاعها في الفرن وراح تتحرق، راح يجي الذوق تاعها ماهوش مليح. لذا حبوباتي حطوا لا كريم تاعكم في الوسط. من بعد راح نزيدو نحطوا عليها الكنافه، راح نضغطوا عليها شويه راح تولي تخرج لنا في الجوانب. لذا مشيوها غير في الوسط. هنا حبوباتي في هذه المرحله كنتوا تقدروا تضيفوا في لا كريم تاعكم القشطه اللي تلقاوها تتباع في المحلات، تخلطوها مع لا كريم تاعكم وتفارسيو بها هذيك الكنافه، راح تمد لكم قوام كريمي. انا هنا حبوباتي استغنيت عليها وعطتني نتيجه رائعه. بالنسبه للجبن اللي نحطوه في هذه الوصفه نحطوا جبن الموتزاريلا، راه متواجد في الاسواق، تقدروا تحشيوها بمكسرات اللي عندكم. انا هنا حطيت كاوكاو كولوري بذوق البيستاشي يمد ريحه وبنه هايله لهذه الكنافه. ونحط عليها هذيك الموتزاريلا اللي رابيتها في الخشين كامل. راح نوزع هذيك الموتزاريلا. في هذا الوقت حبوباتي تكونوا حطيتوا الفرن تاعكم يسخن على 200 درجه، لازم يسخن على الاقل مده ربع ساعه، لازم يكون ساخن جدا باش تتحصلوا على نتيجه رائعه للكنافه. هنا حبوباتي وزعت هذيك الموتزاريلا. من بعد حطيت هذيك الكنافه نحطها غير بشويه بلا ما نضغط، نحط كميه ونوزعها حتى نغطي كامل الوجه. هنا تركزوا على الجوانب، لازم تحشيو كامل هذوك الجوانب بالكنافه باش من بعد ما تخرج لكمش هذيك الموتزاريلا ولا هذيك لا كريم. هنا حبوباتي راح نشكلها مليح، راح نضغط عليها غير بشويه على الجوانب حتى تدي لي هذيك لا فورم. راح نمسح هذوك الجوانب من السمن وندخلها طيب. هنا حبوباتي دات لي حوالي ساعه وربع وهي طيب في الفرن. هنا تشعلوا لها غير من التحت على 250 درجه، تخليوها حتى تشوفوا الجوانب تاعها كيما تشوفوا في الصوره، حتى تشوفوهم حماروا وتشوفوا الكنافه تاعكم جبدت شويه على الجوانب. كما تشوفوا غالياتي راح تجيبوا صحن تحطوه فوق هذيك الكنافه وتقلبوها. ماكمش راح تشعلوا لها من الفوق، راح تشعلوا لها غير من التحت باش تعطيكم هذاك اللون الموحد. كما تشوفوا حبوباتي انا طيبت هذوك الزوز الاولين وزدت طيبت هذه الكبيره وحدها ورديتها حمارت. هنا كي شفت هذيك الكنافه حمارت معايا خرجتها وهي سخونه،
تسقيوها بهذاك القطر. انا هنا درت لي كميه القطر كامل اللي طيبته. هنا توزعوها كما تشوفوا كي تكون هي سخونه والقطر تاعكم بارد راح يتوزع بكل سهوله وراح تشرب معاكم. هنا حاولوا تخليوها حوالي ساعتين حتى تشرب كامل وتقدموها، لكن من الاحسن انكم تاكلوها سخونه باش تتحصلوا على هذيك لا كريم تلقاوها مازالها حاكمه روحها ومازالها كريميه. هنا حبوباتي زينتها بهذا الكاوكاو، تقدروا تحطوا عليها مكسرات ولا تقدموها عادي هكاك وهي سامبل تجي بزاف بنينه ثاني. انا هنا زينتها بشوش الورد وبهذا الكاوكاو كولوري، جات بزاف بنينه، ذوق تاعها رائع والشكل تاعها راقي، تحمر الوجه كما تشوفوا. الصوره غنيه عن التعبير. ان شاء الله حبوباتي الوصفه تجربوها وتنجحوا فيها، صدقوني سهله ما تخافوهاش كامل. نتمنى غالياتي تجربوا هذه الوصفه، تخليوا لي رايكم فيها. كلكم حبوباتي شهيتكم في الجنه، خليوا لي رايكم وخليوا لي ارائكم في القناه وفي الوصفات واش حبيتوا تشوفوا معايا هذا رمضان. وهنا غالياتي وصلنا لتتمه الفيديو، نقول لكم شهيتكم في الجنه. الى وصفات قادمه باذن الله، ما تنسونيش بخالص الدعاء. هجوره تحبكم بزاف بزاف، صحه فطوركم والسلام عليكم.